وسهلا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهارده ان شاء الله معانا فيديو جميل جدا. نصلي على رسول الله كده ونبدا. النهارده معايا ازاي احوش 500 جنيه في شهر. ده اقل حاجه ممكن الواحده تعملها. خلاص، 500 جنيه في الشهر. واحده هتقول لي انا مش بعرف، انا مش بقدر. انا هديكي شويه افكار وشويه حلول، وان شاء الله كل واحده تمشي عليها باذن الله. باذن الله كلنا اخر الشهر كل واحده هيكون معاها 500 جنيه. ماشي؟ امشوا معايا كده واحده واحده ونشوف ان شاء الله الخطوات هنعمل ايه. اول حاجه، انا بخصم ال10% اللي هي من مصروف البيت. خلاص، يعني زي ايه؟ قلنا لو انت بتاخدي شهريا، انا مثلا جوزي بيديني ال2000 جنيه مثلا، دي اكل وشرب. انا باخد من ال2000 دول 200 جنيه، دول اشيلهم عنهم. او 100 جنيه لو انا المصاريف بتاعتي زياده اشيل 100 واحده. خلاص، لو اكتر من كده برضو يعني كل ما تطلعي بالفلوس 2000 تبقى تشيلي 200، 4 تشيلي ايه 400، 5 بتشيلي 500، من كل 1000 100 100 100. خلاص، او لو مش هتقدري خليها 200 من يعني لو اي مبلغ معاكي بقى، سواء 1000 2000 3 4، شيلي منه 200 جنيه وخلاص على كده. ماشي؟ وال 200 جنيه دي او ال 100 جنيه دي على قدك برضو، دي شيليها عينيها خالص. ماشي يا بنات؟ فانا بشيل ايه 100 جنيه، دي اشيلها كده اخر الشهر كده، دي تنعان تتحط في حصاله ومش اجي ناحيتها. ماشي؟ تعالوا بقى ايه، لو انا باخد باليوميه اشيل كل يوم 10 جنيه. 10 جنيه، وانا كده كده ماشيه باليوميه. فانا بنزل اجيب الخضار بتاعي باليوميه، بنزل يوميا اجيب اللحوم يوميه لو انا بجيب لحوم. فانا اساعر واروح الاماكن اللي فيها اسعار هاديه واماكن الجمله، واحاول برضو اقتصد واجيب الحاجات هي اللي انا عايزاها بس يبقى اسعار مخفضه شويه. ماشي؟ والفرق بتاع الاسعار ده كله برضو ايه، ده انا هوفره. يعني ممكن توفري لك 15 جنيه في اليوم، 10 جنيه على اللي انت ال10 اللي انت حطيتيها في اليوم. تبقى انت مثلا لو كل يوم هتشيلي لك 20 جنيه، 15 جنيه، فانت على اخر الشهر هيكون معاكي المبلغ. خلاص. طب تعالي بقى، انا مثلا بنزل كل اسبوع السوق او كل 10 ايام. خلاص، فالسوق ده بقى بتبقى فيه فلاحين، فيه ناس كتير. فانا على قد ما بقدر بلف وبمشي. هو مش احنا هنتعب شويه يوم السوق، بس في الاخر احنا هنوفر. ماشي؟ لان انا كده انا مثلا باخد فلوسي شهريا، بجيب اللحوم، بجيب الاساسيات زي ما قلت لكم، والفلوس اللي بتاعت التوفير بتاعت الاساسيات. يعني انا مثلا بجيب مثلا 3 كيلو مكرونه، بجيب 3 كيلو رز، بجيب كيلو شعريه، نص كيلو لسان عصفور، الكلام ده كله. انا بشوف فرق الاسعار. يعني انا لو جايبه الحاجات دي معلبه او مغلفه، يعني كيس الرز عامل 30 جنيه، قال لما اجيبه من واحده فلاحه في السوق هجيب الكيلو عامل 25 جنيه، عامل 27 جنيه، مش هيوصل برضو لثمن الكيس. لما اجيب مثلا المكرونه برضو معلبه هجيبها غاليه 2 3 جنيه، لما اجيبها فرد او سايبه بتبقى ايه اسعارها متهاوده. خلاص، ففي 3 جنيه فرق بين الكيلو المكرونه. فانا مثلا هجيب 3 كيلو في ايه، في 9 جنيه اهم، انا اولى بيهم. خلاص، فاحنا بنقول نجيب ونشوف الفرق بتاع الاسعار ده ونساعر ونشوف. والحاجات دي هي دي اللي احنا ايه بنلم منها وبنحوش منها. خلاص، تعالوا بقى نشوف ايه تاني. طيب انا باخد مثلا يا اميره فلوسي يوميا. ماشي؟ او انا مثلا جوزي ما بيدينيش مصروف خالص، او مش بمسك الفلوس، هو اللي بيشتري الحاجات، هو اللي بيجيب الحاجات، الكلام ده كله. انا اتكلمت في فيديو قبل ده ان انتي عندك الزيت المستعمل. في ناس كتير كلمتني وكتبت لي في التعليقات ان هم بياخدوه بيعيدوا تدويره تاني، واحنا اللي بنستخدمه تاني فبيجيب سرطانات. ربنا يعافينا. فبلاش منه خالص. ممكن تعملي بالزيت ده ايه، ممكن تجمعي لك حوالي لتر كده او كيلو، وتجيبي وصفة الصابون اللي هو بتاع فاكرينه بتاع الغسيل بتاع زمان الابيض ده، وتعمليه وتبيعي لجيرانك. توفريه انت في المسحوق بتاع البيت، تبشريه كده وتحطي لها الهدوم البيضاء تغسل بيها، بتخليها تنور. بينضف جدا، تغسلي بيه مواعين اللي انت عايزاه. خلاص، فانت ممكن تستخدمي الزيت ده في ايه، في الصابون. ممكن تبيعيه لجيرانك، او لو عملتيه في قوالب حلوه كده شكلها شيك كده وحلوه سيليكون، ممكن تودي له بتاع سوبر ماركت ياخد منك القطعه مثلا ب7 جنيه ب10 جنيه على حسب ما هياخد. فانت اللي كسبانه برضه. ماشي؟ بس ما تبيعيش الزيت ايه صحيح كده، عشان في ناس بتقول ان هو ايه بيبيعوا لها المطاعم وبيبيعوا لها ناس، ايه احنا في الاخر بناكل الاكل ده. ماشي؟ فانا عندي مثلا الزيت المستعمل. عندي ايه تاني؟ عندي قلنا علب البلاستيك، علبة سمنة فاضية، علبة شامبو فاضية، علبة أي حاجة فاضية. انت بتعملي ايه، انت بتاخديها بتحطي شكارة في أي مكان أو كيس كبير كده بلاستيك، وتحطي فيه الحاجات دي لحد ما بتملي الكيس ده، تجمعي لك كمية حلوة. وبعد كده بتبقى في ناس بتعدي تحت البيت كده بتروسيكلات أو بعربيات، بيقولوا أي حاجة قديمة للبيع أو أي حاجة أي حد عنده أي حاجة للبيع. فانت بتنزلي بتاخدي الحاجات دي وايه، وتنزلي تبيعيها. خلاص. وعندك ايه تاني يا ستي؟
يعني كتب الولاد، كراريس الولاد، الحاجات القديمه دي برضو انت بتبيعيها. عندك ايه تاني ممكن تبيعيه؟ العيش الناشف. يعني انت مثلا كل ما بتسخني مثلا الصبح تفطري او في الغداء او في العشاء على حسب الطاقه اللي انت بتاكلي فيها العيش، انت بالحاجه اللي بتفضل بقى نص رغيف، ربع رغيف، رغيف، زي على حسب ما هيكون، بتحطي تنشفيه عشان ما يعفنش، عشان التجار ما تاخدش العيش المعفن، عشان تبقى انتوا عندكم علم الحته دي. بتنشفيه وبعد كده ايه بتحطيه في البلكونه ينشف، وتحطيه برده في شنطه او في كيس او في شكاره او في اي حاجه على حسب الامكانيات بتاعتك، لحد ما تعملي لك مثلا حوالي 5 كيلو 10 كيلو. في ناس بقى سالتني قالت لي يا اميره طب احنا نبيع العيش ده فين؟ بصي يا حبيبتي، لو انت مش في حد يعني، لو ممكن تكتبي على اي جروب عندك، يا جماعه انا عندي كميه عيش ناشف اللي عايزها. في ناس بتبقى مربيه طير او طيور، فبتتكلمك وتقولك مثلا انا عايزاه، وبتاخدوا الطيور بتاعتها. في ناس للمواشي بتاعتها. في بقى اللي مش لاقي بقى خالص كده، ومش بيكتب على الجروب ومحدش بيرد عليه، او مش في اي مكان هو يتصرف في العيش فيه، ممكن تاخديهم في شنطه السوق وانت نازله. وشفت الفلاحين اللي معاهم الجبنه القريش واللي بيبيعوا لبن والبيض والكلام ده كله، الفلاحين بتبقى ايه بيبيعوا الحاجات دي كده، بتروحي لهم بتقول لهم انا معايا كميه عيش حد ياخدها. يعني تسالي الست مثلا ممكن بدل العيش ده تشتري مثلا كيلو جبنه، تشتري مثلا 2 كيلو لبن، على حسب سعره. انت برضو لو بتوفري من الميزانيه، يعني ممكن انت مثلا بعتي العيش ده مثلا ب 70 80 جنيه، انا مثلا هي مثلا مش معاها فلوس تديني، هتديني هتقولي مثلا خدي مكانه جبنه، خلاص انا اخد مكانه جبنه، وانا اشيل فلوس الجبنه دي بتاعه الفطار دي من فين؟ من الميزانيه بتاعتي. فاهمين انا قصدي ايه؟ مثلا هجيب لبن نفس الحكايه، انا كده كده هشتري لبن الاسبوع ده، فانا اخد فلوس اللبن دي اعينها على اساس ان هي دي فلوس الايه؟ فلوس العيش. فاهميني انا اقصد ايه؟ يا رب تكون المعلومه واصله لكم. فانتوا في ناس فلاحين في السوق بياخدوا العيش ده ماشي. تعالوا بقى بعد كده ايه؟ زي ما قلت شراء البقوليات سايبه، شراء الرز سايب بلاش الاكياس. ده بيوفر معاكي يعني 2 جنيه 3 جنيه في الكيلو، اربعه في اوقات بتبقى فيه، والله العظيم اوقات يعني الكيلو بتبقى بينه وبين الكيلو السايب 5 جنيه و4 جنيه. يعني انت لو بتشتري لك كميه 5 6 كيلو انت اللي كسبانه ماشي، ان انت بتوفري حوالي عن 25 جنيه 20 جنيه، فدي مش يعني مش شويه. خلاص. طيب عندنا ايه تاني؟ المسحوق بتاع الغسيل. انا عايزه اوفر، عندي مسحوق لغسيل، انا بجيب صراحه كيس باهي جميل جدا، فيه كميه حلوه، يعني الكيس عندي بيكفيني الاسبوع. انا بجيب الكيس ابو 25، ممكن اغسل غسلتين بيه، ممكن اغسل 3، ممكن يقعد معايا اسبوع، ويعني يفضل الاسبوع الجاي لو انا هغسل غسلتين في الاسبوع. لو انا هغسل 3 غسلات مثلا حلو على الاسبوع، وبعدين انا بستخدمه برضو، ممكن اغسل اي مشايه سجاده في البيت باخد منه، فجميل جدا 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 ماشي. فالباهي ده موفر جدا وكميته حلوه وريحته حلوه وبينضف وكل حاجه. انا مثلا عندي مثلا جوزي بيشتغل شغلانه وهدومه بقى بتيجي وسخه خالص ومش في حاجه بتنضف، ولازم تجيبي مش عارفه ايه وكلور ومش عارفه ايه والكلام الكتير ده. قلت لك الصابون الابيض ده، تبشري صابونه مثلا وحطها في الدور اللي فيه الغسيل المتسخ جدا ده، الغسيل هينضف بجد يعني ماشي. فانا اجيب المسحوق سايبه. انا بقى لو انا مثلا بجيبه شهريا، ان انا المسحوق كل اسبوع ببعت اجيب كيس ب25 على قد الغسله، انا مش بجيب شهري صراحه المسحوق. طيب انا بقى بجيبه شهريا، مش بحب انزل ومش بنزل والكلام ده كله. هتجيبي لك مثلا، انا عندي بتاع المنظفات، بروح اقول له عايزه كيلو مسحوق سايب او 2 كيلو مسحوق سايب، اللي هو اللي بتبقى في الشكاير الكبيره ده مسحوق سايب. خلاص. بتجيب لك 2 كيلو، وتجيبي لك كيس باهي من ابو 25 او كيسين باهي او كيس باهي من ابو 50 الكبير ده، وتفضل الاتنين على بعض تقلبيهم مع بعض، وتبشري عليهم صابونتين من البيت دول، وتحطهم في علبه وتركنيهم. وقت ما بتيجي تغسلي بتاخدي الكوبايه تغسلي بيها. خلاص. وبينباع بقى الدوني بقى، بدل ما تجيبي العلب اللي هي بتاعت الشركات الغاليه دي، بتجيبي لك مثلا ايه ب10 جنيه ب20 جنيه من بتاع الايه الصبانه، اللي هو اللي بتبقى فاتح منظفات جنبك، اللي بيعمل الصابون السائل والكلام ده كله. والصابون السائل بلاش نشتريه برضو، اللي هو ايه اللي هو بتاع الشركات والكلام ده كله. الجيركن دلوقتي عامل كام؟ انا سأل عليه عامل 220 جنيه، جيركن 5 لتر. انا جوزي الحمد لله يعني بينزل مكان كده بيجيب له من الاكياس اللي هي الكيس ب45 ده، بيعمل لي 8 لتر، مش بتضيف عليه غير الميه فقط لا غير، وبتعملي في البيت. خلاص. فانا اعمل ايه؟ اجيب الحاجات دي ايه سايبه، او اجيب الصابون السائل ده واعمله انا في البيت، هيوفر معاكي جدا ماشي. تبقى دي حاجات كده ايه احنا بنوفر منها. شوفي انت فرق
كل حاجه ده وشيليه على ال100 اللي انت شلتيها اول الشهر. اخر الشهر هتلاقي معاكي ايه؟ معاكي مبلغ. خلاص. ايه تاني حاجه مهمه برضو، لو عايزه برضو توفري يعني وتمسكي على ايدك شويه يعني وكده، بلاش جراكن الشامبو الشاور اللي طالعه دي، اللي هي الجيركن دلوقتي كان الاول ب50 جنيه وب60 جنيه وب70 جنيه، دلوقتي وصل 100 وعدى ال100. تعالي بقى يا حبيبه قلبي، ب100 دي انت بتروحي شفتي اكياس الشامبو القديمه دي اللي كنا بنستخدمها الاول، انت مثلا اسره 3 افراد 4 افراد، بتجيبي لك شريطين 3 الوقت، باكو الشامبو ده او الشريط، كيس الشامبو الصغير ده دلوقتي عامل جنيه او جنيه وربع، جنيه ونص مش فاكره. فانت مثلا بتجيبي لك الشريط فيه 30، فيه 30 كيس 30 يوم او اكتر او اقل مش فاكره، بتجيبي لك شريطين 3، وده اي حد داخل يستحمى بيقطع له شريط وايه بيستحمى بيه، بيقطع له ايه كيس صغير كده ايه يحطه على شعره وكده كده بينزل على الجسم. فايه ده توفيرا في ايه موضوع ايه الشاور الغالي اللي ايه اللي الناس ايه بقت مش قادره تجيبه اصلا. وعندك الصابونه بريحه، بتجيبي لك صابونه بريحه دي لغسيل الايد، مكان سمك مكان اي حاجه، الكلام ده كله غسيل اي حاجه. والشاور ده للحموم على قد الحموم بس، بتحطوه في الحمام في المكان اللي انت حاطه في الحمام، وتسيبيه اي حد داخل ياخد شاور. اصل الجيركن او الازازه الواحد بيفضي بالبركه يعني ممكن يخلصها، فاما الكيس حجم الواحد على قده هيشطف وخلاص على كده. فده برضو ايه هيوفر معاكم جدا. ماشي. عندنا ايه تاني؟ عندنا الفواتير. يعني ايه الفواتير؟ يعني انا عايزه اوفر في الفواتير. طب هو توفير الفواتير ده هيفرق معايا يا اميره؟ هيفرق معاكي. يعني انا مثلا ايه، الجو حر زي كده، لو انا عندي تكييف ماشي، او عندي تكييفين، واحد في اوضه النوم وواحد هنا وواحد هنا، فانا مثلا ولادي بيلعبوا في الاوضه دي فاتحين الباب، اللي بيلعبوا في المكان ده فاتحين المكان ده، فانا يعني احنا ده صحينا خلاص او كلنا هنقعد والنهار طالع في مثلا في اوضه القعده او في المكان اللي هنقعد فيه، نبقى كلنا في نفس المكان، محدش يسيبنا يدخل جوه، محدش يدخل يفتح حاجات تانية جوه. فده بيتوفر معاكي فين؟ في الكهرباء. او مثلا لو بالليل او كده مش كل واحد قاعد على موبايله في اوضه، لا احنا مثلا نقعد احنا الكل في مكان واحد وعادي كل واحد بيستخدم موبايله، بس تبقى هي لنطه واحده اللي منوره او مروحه واحده اللي شغاله في نفس المكان. فده بيوفر معاكي، بتيجي الفواتير ايه مرتاحه شويه، هو ما عادش في حاجه مرتاحه بس على الاقل احنا ايه بنوفر. ماشي. طيب ايه تاني؟ عندنا الغاز. انت مثلا لو غاز طبيعي مثلا، بتعملي ايه؟ انا مثلا هشغل الفرن النهارده، خلاص، انا هشغل الفرن اشوف ايه اللي ممكن اعمله في اليوم ده يدخل الفرن واعمله، عشان ايه مش كل يوم ايه اشغله واسحب ايه غاز كتير. ماشي. فانا مثلا هعمل دلوقتي صينيه كيكه، ومثلا جايبه 2 كيلو بطاطا معايا من السوق وهشويها، فانا مش ايه النهارده هعمل الكيكه وبكره اشوي البطاطا، لا انا اشويها وممكن احطها في طبق في التلاجة وعادي بتتاكل ساقعه عادي جميل. عندي مثلا انا هعمل صينيه بطاطس، اشوف انا مثلا لو هعمل حاجه تانية في الفرن ادخلها وراها. ماشي. فاهمين قصدي ايه؟ فانت كده بتوفري. عندك الصلصه، مش كل سوق اروح اجيب لها كيلو صلصه واجي اصلصه واحطه في الفريزر، لا ما انت كده بتسحبي غاز. انا بروح عامله ايه؟ بروح جايبه على كميه على بعضها واروح انا مصلصاها، تبقى يوم واحد في الاسبوع وخلاص على كده، واصلصها واحطها فين؟ في الفريزر. فانا برضو بوفر فين؟ في الغاز. خلاص. الميه كذلك الامر، مع ان انا مش بعمل كده بس يلا. بس والله دلوقتي يعني بقيت بقتصد على قد ما بقدر، اللي هو ايه يعني طول ما انت شغاله بتغسلي مواعين انا بملى طبق كبير كده بحطه في قلب الحوض وايه بشطف منه المواعين قبل ما بغسلها وكده وبقفل الحنفيه خلاص. بعد كده بخلص المواعين وببدا تشطيف. ما اسيبش بقى الحنفيه فاتحه، وانا طول لما اغسل طبق انشف ودانها فاتحه طول ما انا واقفه، اللي هو ال5 دقايق او ال10 دقايق اللي على الحوض الحنفيه فاتحه، يعني هي حرام. وثانيا انت ايه بتهدري، وثانيا الفواتير برضو بتيجي غاليه، فهنحاول ايه نقتصد في الفواتير. هتقولي لي طب ده انا هستفيد بيه ايه؟ يعني انا مثلا الفاتوره الشهر ده بتاعت الغاز انا هدفعها 200 جنيه، ماشي، انا اقتصدت على قد ما اقدر وما شغلتش الفرن كتير الشهر ده، ما شغلتش البوتاجاز كده، احنا بنطبخ كل يوم وكل حاجه، بس انا مثلا ايه ما شغلتش، يعني ايه ممكن تجيلي ايه ناقصه 5 جنيه ناقصه 10 جنيه، الحاجات دي انا اللي موفراها، فانا باخدهم من فين؟ من الفاتوره اللي جايه ايه نازله الشهر ده. النور كذلك الامر، الميه كذلك الامر، فاهميني؟ فدي حاجات كده ايه تخلينا نوفر وتخلينا ان شاء الله ايه نقدر ايه نحوش لنا قرش. وان شاء الله باذن الله كل واحده باذن الله لو مشيت على الموضوع اللي انا بقول لها عليه ده، والله العظيم اخر الشهر هتلاقي معاها 500 جنيه ويمكن اكتر، بس كل واحده وشطارتها وكل واحده وذكائها. ماشي. استغلي يعني ايه كل حاجه.
ما تخليش اي حد يضحك عليك وانت بتشتري اي حاجه والكلام ده كله، لا. انا الف واساعر. لو انا مثلا مش بنزل السوق، بنزل في محلات جنبي، اشوف اي كم محل جنبي فاتح، واروح لده واروح لده واروح لده، واشوف انهي واحد سعره اقل والكلام ده كله. والحاجات السايبه برضو اروح للعطار ده واروح للعطار ده، واشوف مين بيبيع اقل برضو، واجيب الحاجه الايه الاقل في السعر، بس هي نفس الحاجه، بس كل واحد بيبيع من مكان لمكان ايه بسعر مختلف. خلاص، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تستفادوا لو معلومه بسيطه، وما كنتش طولت عليكم. بحبكم جدا جدا جدا، وشكرا من قلبي لكل واحده يعني بتدعمني. كل واحده بتكتب لي كومنت جميل بيفتح نفسي اكتر عن الشغل. ربنا يخليكم لي يا رب. وما تنسونيش في اللايك، لان اللايك يعني بيشجعني اكتر، ويعني بيدي فرصه ان فيديوهاتي تظهر للناس اكتر. فياريت ما تبخلوش عليا باللايك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.